السلام عليكم. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن واحد من أهم المفاهيم الأساسية في البرمجة في سي بلس بلس، وهي الأريز أو المصفوفات. خلوني كده أبدأ بمثال بسيط. لو أنا مثلا عندي طالب وعايزة أشوف الدرجات بتاعته ل5 مواد مثلا، فأنا دلوقتي عايزة أشوف أول درجة، فهقول int grade مثلا grade 1 سوري اوكي، وبعد كده int grade 2 وهكذا لحد 5. اوكي، طيب لو انا عندي حاجة هتسهل لي بدل ما اكتب 5 متغيرات اكتب متغير واحد يشيل ال5 قيم. طيب ازاي ده هيحصل؟ هو ده بقى اللي بتعمله الاري بالظبط. اوكي، هنفهم دلوقتي ايه هي بالظبط الاري بشكل نظري، وبعد كده نرجع نكتبها في الكود. اوكي، انا حاولت اقرب لكم كده مثال بسيط قريب عشان تفهموا ايه هي الاري. هنعتبر ان الاري دي هي اللوكرز دي، وهنعتبر ان اللوكرز دي في مدرسة. تمام، فدلوقتي اللوكرز دي بتبقى هي دي الاري بتاعتي. اوكي، متخزن فيها الداتا اللي عندي كلها كده بارقام كده مترقمة، اول لوكر 1، تاني لوكر 2، تالت لوكر 3، وهكذا مترتبين وجنب بعض. كمان بتكون اللوكرز دي في مدرسة، يعني شايلة يعني مستلزمات طلاب. هل ممكن وسط مستلزمات الطلاب دي الاقي مثلا مستلزمات موظف في بنك؟ مش هلاقي كده طبعا، لان هي مخصصة للطلاب. تمام، هلاقي مستلزمات موظف في بنك بس في مكان تاني في البنك، في حاجة تخصه هو، في مكان شغله هو. انما في المدرسة هلاقي مستلزمات طلاب بس. ده برضو هيودينا لمفهوم تاني هنفهمه دلوقتي اما نقرب الفكرتين من بعض. تمام، لو انا اتخيل كده ان دي الميموري عندي. اوكي، وانا دلوقتي عرفت array. اوكي، هيحصل ايه بالظبط؟ هيجي دلوقتي كده بعد ما عرفت الاري، مثلا هنفترض ان هي ب5، يعني حجمها 5، هتشيل 5 عناصر. فاجي كده عند هنا كده واحدد دي كده، رحت انا حاجزة الحتة دي كده كلها على بعضها لل5 عناصر اللي عندي. اوكي، خزنت مثلا هنا وليكن 1، هنا 5، براحتي يعني هخزن اللي انا عايزاه. هنا 4، هنا 6، هنا 5 تاني، وهكذا. اوكي، طيب ده اللي حصل، ان انا دلوقتي رحت على الميموري. اول ما عرفت array راحت رايحة على الميموري وحجزت 5 اماكن جنب بعض. انا طبعا اللي محدده لها ان انا مثلا عايزه 5 اماكن بس ل5 جريدز. اوكي، فانا حددت ال5 اماكن دول وتخزنوا جنب بعض وباسم متغير واحد. طيب انا هبدأ اتعامل ازاي مع العناصر دي؟ دلوقتي دي هتبقى اسمها العناصر بتاعت الاري. اوكي، وانا اسم الاري عندي هيبقى متغير واحد، صح؟ طب انا هبدأ اتعامل ازاي بقى معاها؟ هقول له ان ده كده اندكس ب0، وده كده ب1، وده كده ب2، ولانهم مرتبين هيفضلوا كده ايه ماشيين بالترتيب ده، يعني مش هتلاقي رقم في النص كده غريب، لا هما ماشيين بترتيب. وهنا 4. تمام، طيب انا ليه بدأت بالزيرو؟ احنا قلنا في اللوكرز كان بيبقى ليها ارقام مترقمة كده 1 2 3 عشان اعرف اتعامل ان اللوكر ده ليه اسم. ماشي، فدلوقتي array مثلا of 0، اسم الاري of 0 ده كده الاندكس بتاعي، ده كده اللي عن طريقه بعرف اجيب العنصر 1. اوكي، طب انا عايزه اجيب عنصر 4 اللي هو كان في تالت خانة ده، هو دلوقتي في اندكس 2. اوكي، الاري عندي هي متسيستمة ان هي اول اندكس فيها ب0، فياريت ما ننساش الجزء ده. اول اندكس عندي ب0. هنعرف الكلام ده في الكود دلوقتي، بس انا بشرح لكم الفكرة النظرية بس الاول. تمام، دلوقتي انا عايزة اخزن 100 عنصر، هيحجز ال100 دول كده كلهم جنب بعض. اوكي، اي رقم هكتبه في الحجم بتاع الاري هيحجزولي كله جنب بعضه. فده بيسهل لي ان انا عارفة اتعامل مع العناصر دي اللي كلها تخص حاجة واحدة بمتغير واحد، بدل ما اكتب 100 متغير او 1000 متغير. طيب انا اتكلمت عن حاجة تانية، ان اللوكرز في المدرسة شايلة مستلزمات طلاب بس. تمام، لانها في المدرسة. اوكي، فدول برضو الاري دي شايلة عناصر
من نفس نوع الداتا. يعني لو انتجر كلهم انتجر، كاركتر كلهم كاركتر، فلوت كلهم فلوت. اوكي، فما اقدرش ان انا اعمل مثلا اول عنصر في الاري عندي انتجر وتاني عنصر اقوم قايله له ده فلوت، مش هيقبله كده، في حاجه غلط عنده. اوكي، فلازم انا لو عامله اول حاجه عندي انتجر او انا محدده الداتا تايب بتاعه الاري عندي انتجر، يبقى كل العناصر اللي هتدخل انتجر. اوكي، تعالوا دلوقتي نروح نشوفها في الكود. ازاي بقى بعرف array عندي؟ اول حاجه بكتب الداتا تايب، نوع البيانات اللي هدخل العناصر بتاعه الاري بيه. تمام، وبعد كده اسم الاري، اغلب الناس بتكتبها كده مثلا، بس انا هكتبها اسم lockers. اوكي، بعد كده اديله حجم الاري دي. ايه هو حجم الاري؟ عدد العناصر اللي انا هدخلها. انا مثلا هدخل 5، فاديت له كده 5 وبعد كده ايه السيمي كولون. طيب في طريقه تانية بتتعرف بيها الاري. ازاي؟ ان انا ممكن ما اديلوش الحجم بس اديله عدد العناصر وهو يحدد الحجم من نفسه. اوكي، يعني مثلا انت array مثلا، واديله سكوير براكتس فاضيه، ولكن هكتب يساوي وبعد كده كيرلي براكتس، اخد بالي من الفرق بينهم. وبعد كده هديله مثلا عناصر 1 3 4. هو كده حدد لي ان هي حجمها 3 من غير ما انا اكتب له هنا. اوكي، طيب انا ممكن اخد الانبوت بتاعي ده من اليوزر، صح؟ يعني ممكن دلوقتي بعد ما عرفت لوكرز واديتها ان هي حجمها ب5، هستقبل الانبوت ده من اليوزر. طب هستقبله ازاي؟ عن طريق الفور لوب. اوكي، هكتب دلوقتي فور انت اي بتساوي 0. اخد بالي انا ليه هنا كتبت 0 واصغر من 5 والاي بلس بلس. اوكي، طيب انا ليه كتبت هنا الاي بزيرو؟ عشان الاندكس عندي في اي اري لازم يبدا من الصفر. هي اول ما بتحجز مكان في الميموري بيكون اول عنصر عندها بيتخزن في الاندكس 0. اوكي، طيب انا هستقبل ازاي؟ ممكن اعمل سي اوت الاول ان هو يدخل العنصر اللي عليه الدور. اوكي، انتر، سوري، انتر value of index اوكي، نعمل كده باك سلاش ان، وبعد كده هاخد السي ان بقى، سي ان لوكرز اوف الاي. دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هقوله دخلي العنصر اللي بالاندكس كذا، فاول مره هيكون الاندكس بزيرو هيدخلي الاندكس العنصر اللي الاندكس بتاعه بزيرو، وهكذا لحد ما يخلصهم. طب انا ليه حطيت هنا 5؟ عشان الحجم بتاعي 5. اوكي، وليه اقل مش اقل من او بيساوي؟ لان انا بادئه من الزيرو، فاخر عنصر عندي الاندكس بتاعه 4 مش 5. اوكي، عشان هو بادئ من الزيرو، فزيرو 1 2 3 4 دي كده 5 عناصر. اوكي، احنا دلوقتي استقبلناها. طب عايزين نطبعها بعد ما نستقبلها، هنعمل ايه؟ هنستخدم برضو فور لوب انت الاي بتساوي 0، سوري الاي اصغر من 5، الاي بلس بلس. بعد كده سي اوت لوكرز اوف الاي، هنسيب مسافة، بعد كده نطبع كنترول F5. دلوقتي بيقولي دخل الفاليو بتاعة الاندكس 0. اوكي، فمثلا ممكن اقوله 3، هيقولي دخل بتاعة الاندكس 1، اقوله 4، براحتي هدخل اي رقم، انا بس بجرب معاكم. مثلا 40 53 مثلا و1. لما اخلص طبعهم ليهم 3 4 40 50 1، الارقام اللي انا دخلتها. اوكي، طيب انا محتاجة اكد تاني بقى على كام حاجة.
ان انا بديها الحجم بتاعها في الاول، او هي بتحدد الحجم من القيم اللي انا هديها لها. اوكي، فهي static array بمعنى ان انا بحدد لها الحجم من البداية خالص. تمام. تاني حاجة عايزة اقولها ان الاندكس بتاعها او الاندكس بيبدأ من الزيرو، وكمان بتاخد داتا تايب واحدة لكل العناصر اللي هتدخلها، بستقبلها فور لوب، بطبعها بفور لوب، الاماكن بتاعتها في الميموري جنب بعض. اوكي، اتمنى يكون الموضوع سهل. انا مش هكتفي بالجزء ده بس، الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتكلم عن حاجات اكتر فيها عشان تتفهم وتبقى ثابته كده معاكم ان شاء الله. مهمه جدا عموما لان هي بتسهل عليا ان انا ما اكتبش فاريبلز كتير. لو انا عندي قيم واحده تخص حاجه واحده من نفس نوع الداتا، فانا هكتبها كلها في الاري. اوكي، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنتكلم عن بقيتها وهنفهم اكتر هي بتفيدنا ازاي، او ممكن استخدمها في ايه، او ممكن ايه الفانكشنز اللي معاها. وان شاء الله كل ده يتشرح في الفيديوهات الجايه.